بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق هاتها من الشبكة، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. زيزو فتوح والأهلي، وأكبر صدمات أو أكبر صدمة للزمالك. محمد عبد المنعم الأول كده النهارده الجمعة، صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. تعال نخش في الموضوع. محمد عبد المنعم تصريح زلزل الوسط الرياضي بيلمح ان زيزو فتوح سيكون في الاهلي قريبا. ازاي؟ بيقول لك انا نفسي زيزو فتوح يكونوا في الاهلي. ما قبل كده سيد عبد الحفيظ طلع مع مهيب عبد الهادي وقال لك انا نفسي امام عاشور يبقى في الاهلي، وامام عاشور راح الاهلي. هو كل ما يقولوا نفسنا في حاجه يروحوا ولا ايه؟ وبعدين يعني هتاخدوا زيزو فتوح كمان من الزمالك، هيبقى مين؟ هيبقى لنا رؤى، عمرو السيسي، حاتم سكر. وبعد ما تهدى شويه يا عم الاهلي، اهدى شويه، سيب لنا حاجه، ده هما الورقتين الرابحين في الزمالك. اهدى شويه. وابراهيم فايق كان بيلمح الكلام ده، وامير هشام ولا مش عارف اسمه ايه اللي على قناه النهار كان بيلمح ان فتوح موقع وماضي ومخلص في الاهلي. وبعدين يعني هو الاهلي مش وراه الا الزمالك ولا يسيبوا لنا حاجه يا عم الحاج انت وهو؟ مش كله ضرب ضرب ضرب، كله ضرب ضرب، في شتيمه. اي حد يلمع كده ونجمه يعلى في الزمالك تيجوا خاطفينه؟ لا كده، ما انت عندكم يعني حدث ولا حرج. الاهلي مدجج بالنجوم، ده في كل مركز 2 و3 ودوليين كلهم، ده سواء محترفين سواء محل، كله لعيبه دوليه كبار. سيبوا لنا حاجه، سيبوا لنا حاجه، مش تاخدوا التورته كلها. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.